عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. اهلا بكم في فيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم جدا جدا. هنتكلم فيه في حاجات كتير جدا وحاجات مهمة جدا جدا تخصنا احنا ككل ست بيت. ان شاء الله تستفادوا بالكلام النهارده. والنهارده كده الروتين بتاعنا كده روتين خفيف كده من بعد الفطار، فنشوف كده احنا يومنا ماشي ازاي، وهقول لكم انا بمشي يومي ازاي بالظبط من بعد الفطار، وانا بعمل ايه بعد الفطار بالظبط، يعني يومي بيمشي ازاي. خلاص، خصوصا في الايام اللي احنا فيها ده، عشان احنا في الاخر 10 ايام، فعايزين نستفاد بكل لحظة وبكل دقيقة في يومنا من غير ما نضيعه. عايزين نستفاد بيه استفادة كويسة جدا، لان زي ما انتوا عارفين خلاص احنا ممكن تصادف معانا ليلة القدر في أي ليلة من الليالي اللي احنا فيها دلوقتي. فعشان كده عايزين نستفاد من الأيام اللي احنا فيها دي أكتر وقت، نكثف العبادة أكتر وأكتر إن شاء الله كده. اللهم ربنا يبلغنا في ليلة القدر، اللهم آمين يا رب العالمين، ويجعل لنا فيها دعوة مستجابة. قولوا آمين يا رب العالمين. بصوا يا بنات، اللي انا بعمله بعد كل فطار، يعني انا خلاص بشيل ايدي من على الفطار، بقوم كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. الاول بقوم كده انا بكون طبعا يا بنات انا معرفاكم ان انا بفطر يعني بعد صلاة المغرب. يعني احنا من الناس اللي بنصلي المغرب الاول، وبعد كده بحط الفطار، وبعد كده بنقوم ان احنا ايه نفطر. خلاص، فطرنا بقى، وبقوم بقى عين الاكل بتاعي، وبعد بقى خلاص ما بلم الاكل بقى وبلم مطرح ما كنا يعني كلنا، بدخل كده على الحوض. لو انا عندي المواعين حبة صغيرين مش كتير، ببدأ ان انا اغسلهم كده، وانا بغسل ايديا اقوم غاسله المواعين بتاعتي، مشطبه الحوض بتاعي وملمعه البوتاجاز بتاعي كده ومظبطاه، وخلاص بخرج من المطبخ يبقى المطبخ معايا رايق ونضيف. انما لو انا عندي مواعين كتير، تمام، بستنى لما بصلي الاول صلاة التراويح، وبعد كده ببدأ ان انا اقوم امسك المطبخ بتاعي. خلاص، فزي ما قلت لك، بحيث ان انا لو عندي مواعين كتير وهبذل مجهود كبير لسه في المطبخ، فانا بستنى بعد التراويح بصلي الاول براحتي، وبعد كده ببدأ ان انا اقوم. لان لو انا خلصت مطبخي الاول وبعد كده دخلت على صلاة التراويح، بصراحة يعني هصلي وانا تعبانة ومنهكة وهبقى مش قادرة، وعايزة انجز بسرعة والحق اخلص. خلاص، لان انا مش هبقى قادرة. انما لما تبدأي الصلاة الاول بتبدأي براحتك خالص خالص، حتى بيكون يعني اخدتي باور كده وشحنتي طاقة سبحان الله من الصلاة، وبتلاقي نفسك انتي نفسيتك اتحسنت واتجددت، وبقت ليكي نفس انتي تقومي بعد ما يعني بعد ما تصلي تقومي كده ان انتي ايه، لو وراكي حاجة بتقدري ان انتي تعمليها. خلاص، فزي ما قلت لك حبة مواعين صغيرين بعملهم الاول. لأ، في مواعين كتير فلأ. هنا بقى كنت إيه، اتوضيت وصليت الأول صلاة التراويح مع نفسي كده، وبعد كده دخلت على المطبخ بتاعي، لمعت بقى الرخام و نضفت مثلا، واغسل دلوقتي المواعين وهغسل البوتاجاز واظبطه وانضفه واخلي المطبخ معايا نضيف وزي الفل، واكنس المطبخ كده والمعه يعني. وبعد كده بعيد إعادة سريعة على الشقة. لو في أي حاجة في الشقة مثلا أنا بعملها مكان مثلا ما كنا بناكل في الصالة، ممكن مثلا لو في حاجة واقعة أو كده، ببدأ إن أنا أكنس كده مكان مكاننا. أو أنا من النوع اللي الحمد لله يعني عندي ملايات يا بنات قديمة كده ببقى راكناها، دي بفرشها لما بنيجي ناكل، عشان لو أي حاجة وقعت ما تقعش على السجاد أو تقع في الأرض، فتقع معايا على الملاية دي، وبابدأ إن أنا أشيلها كده أنفضها بسهولة، وخلاص بيبقى تحتها نضيف اللهم بارك وزي الفل. فأنا باعمل كده من زمان بصراحة يعني. فالمهم هنا كان في بقى شوية مواعين زي ما انتم شايفين حلوين كده. فطبعا زي ما يعني زي ما قلت لكم انا صليت الاول وخلصت صلاتي اللهم لك الحمد والشكر، وبعد كده رحت قايمه كده على المطبخ بتاعي بقى، قلت ايه ابدا بقى المعركه بتاعتي، واشوف انا هعمل كده ايه برواقي يعني. لاني بصراحه طول ما انا بعمل حاجه في المطبخ ببقى حاسه ان انا نفسيتي مش احسن حاجه، وببقى ايه يعني موضوع الصلاة في دماغي فاهمني، فمتشتتة مش ببقى عارفة اعمل حاجة. فلما بصلي بقى بحس ان انا يعني حمل كده على قلبي واتشال، بحس بأريحية اكتر بصراحة لما بصلي. فمسكت بقى المواعين بتاعتي كده، غسلتها بقى. وطبعا واحنا واقفين كده يا بنات، احنا مش بنضيع وقت في الفاضي، او يا ولاء ده احنا طول الوقت في المطبخ، ده احنا طول الوقت بنغسل مواعين، ده احنا طول الوقت بنعمل، مش عارفين نقرأ قرآن، مش عارفين نستفاد من الأيام اللي احنا فيها، مش عارفة ايه. يا بنات يا بنات، وقفتكم في المطبخ، غسيل مواعين، انتي بتعملي أكل، تعملي أي حاجة، كل ده وقت مش بيضيع في الفاضي. كل ده انتي بتاخدي عليه أجر وثواب كبير جدا جدا، لأن انتي إفطار صائم بتفطري أهل بيتك، زائد ان انتي بتخدمي أهل بيتك، فكل ده انتي بتاخدي عليه أجر وثواب كبير جدا جدا. زائد بقى لو انتي عايزة كمان انك تضاعفي الأجر ده، تخلي بدل ما بتاخدي أجر واحد، لا أنا عايزة أخد أجرين. فأعمل إيه؟
هقولك تعملي ايه. طول ما انت واقفة بتغسلي في المواعين قولي اي ذكر، اذكري الله، اذكري الله، وحتى بالاستغفار انك بتستغفري. الاستغفار يا بنات بيمحي الذنوب وبيحقق المستحيلات. فطول ما انت واقفة استغفري، بتغسلي المواعين استغفري، بعمل حاجة في المطبخ استغفري. يعني بجد يعني الاستغفار ده عبادة كبيرة جدا يا بنات، على فكرة ما تستهونوش بيها أبدا أبدا. والله يا بنات فاتح ايه معجزات، صدقوني. وطبعا احنا يعني غير طبعا اصلا هو اصلا بيمحي الذنوب، دي حاجة احنا عارفينها. مش عايزة تستغفري مثلا صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة على النبي يا بنات فيها حاجات كتيرة كتيرة جدا 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 جدا، يعني بصي مش هتقدري ان انت تعدي. ومن ضمنها برضو تحقيق معجزات وتحقيق أماني و راحة نفسية. وغير إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام هيشفع علينا يوم القيامة. وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول من صلى علي صلاة صليت عليه 10. فشوفي انت بقى كل صلاة انت بتقوليها هو بيصلي عليكي قدامها 10. فشوفي بقى الأجر والثواب هيبقى قد ايه. طول ما انت واقفة كده شغلي قرآن جنبك، وابدأي ان انت تسمعي كويس ورددي معاه، ده برضو أجر كبير انتي برضو بتاخديه. فصدقوني يبقى انتي كده يعني مش وقتك ضايع في الهوا، ده وقتك انتي مستفادة بيه. امتى وقتك يضيع في الهوا؟ لما بنتفرج على المسلسلات بتاعة التلفزيون، لما نتفرج على البرامج الهلس بقى والكلام الفاضي اللي بيشتغل دلوقتي. لا، لما امسك الموبايل وافضل قاعدة عليه بقى ساعتين 3 والوقت يضيع ويجري مني ويسرقني وانا مش واخدة بالي. لما تلهي بقى في حاجات كده دنيوية كلها ملهاش اي 30 لازمة اصلا، كلها لهو كده من عمل الشيطان. فكل دي حاجات تلهيني على الفاضي. مسلسل ورا مسلسل، ده انا متابعه مش عارفه مسلسل ايه، ده انا اصل انا متابعه برنامج ايه، اصلا انا الموبايل بتاعي لازم ان انا افضل اتفرج على الاحداث واللي بيحصل في الدنيا. هو اللي بيحصل بيحصل، يعني هنعمل ايه؟ هو اللي بيحصل بيحصل، وما عرفتش النهارده تعرفي بكره. والتلفزيون المسلسلات اللي بتشتغل في رمضان هتتعاد لك تاني بعد العيد. اتفرجي براحتك يا ستي، ولكن الفترة دي استفادي بيها على قد ما تقدري، حاولي ما تضيعيش فيها وقت خالص، استفيدي بيه في بكل دقيقة. انت المستفادة والله العظيم مش حد تاني. وفي نفس الوقت لو ضيعتي الفرصة دي يبقى انت الخسرانة. يعني ربنا يا رب ما يكتبها علينا ابدا ابدا، ويطلعنا كده من رمضان فايزين. اللهم يعني يا رب طلعنا من رمضان واحنا فايزين، اللهم امين يا رب العالمين. اجعلنا كده فايزين بشهر رمضان يا رب، و وبلغنا فيه ليلة القدر، واجعل لنا فيه دعوة مستجابة، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم احنا الشياطين بتوع الجن يا بنات بيتسلسلوا في شهر رمضان، ولكن شياطين الانس ما بيتسلسلوش. وهم دول ايه؟ هم دول اللي بيلهونا في التلفزيون، وبيلهونا في المسلسلات والبرامج والحاجات اللي ملهاش اي 30 لازمة. كل دي تضييع للوقت على الفاضي، وانت اللي بتبقي خسرانة. فسيبك من الحاجات دي كلها، زي ما قلت لك كل حاجة بتتعاد تاني بعد رمضان وبعد العيد. اتفرجي براحتك، ولكن الوقت اللي احنا فيه ده مش هيرجع تاني خلاص. الوقت اللي بيعدي من عمرنا ما بيرجعش تاني. مين ضامن عمره لرمضان الجاي يكون لسه عايش؟ كلها غيبيات في علم الغيب. مفيش حد ضامن عمره، مفيش حد ضامن عمره اصلا اذا كان هيجي عليه الليله الجايه ولا مش هتيجي. فالليله اللي انت فيها دي امسكي فيها بايديكي واسنانك، ثبتي فيها، ابداي ان انت كثفي فيها العباده، كثفي فيها الدعاء. انت اللي هتبقي كسبانه، وانت اللي هتاخدي اجر وثواب كبير جدا جدا. زائد ان انت كمان لو صدفت معاكي ليله القدر وقمتي فيها ايمانا واحتسابا، فربنا ان شاء الله يحقق لك فيها معجزات. نفسك في اي حاجه ادعي ربنا سبحانه وتعالى بخشوع، اتوضي وصلي واقرأي في المصحف، وخلي ليكي كده أوضة كده خلوة مع الله، انتي وربنا سبحانه وتعالى ومصحفك والسبحة بتاعتك وبس. ابدأي من بعد على فكرة يا بنات الليلة دي بتبدأ، طبعا احنا عارفين انها الايام الفردية تمام، زي انها بتبدأ امتى؟ بتبدأ من اذان المغرب. من اذان المغرب. لو انت وراكي اي حاجة حابة ان انت عايزة تعمليها، اعمليها قبل الفطار. مثلا في حاجات في الشقة انت ما خلصتيهاش وحابة ان انت تخلصيها، ابدأي ان انت خلصيها وانت صايمة قبل الفطار. بعد المغرب ما تعمليش حاجة، اعملي حاجتك اللي هي البسيطة بس، اللي هي ايه؟ مثلا اقوم اشطب مطبخي، اغسل حبة المواعين اللي عندي، مش عارفة ايه، وخلاص على كده. ما تبذليش مجهود وما تتعبيش نفسك في اي مجهود عشان تتفرغي
ويبقى ليكِ كده عندِك طاقة أنتِ تقدري إن أنتِ تكمّلي بيها بقى إيه، يومِك كده بالليل مع ربنا سبحانه وتعالى، وتتفرّغي فيه كده للعبادة مع ربنا بس، ما تبقيش بقى يعني داخلة كده على الموضوع وأنتِ تعبانة ومرهقة، بس أنا مش عارفة كنت باعمل الكحك طول النهار، أصل أنا كنت باعمل البسكوت، أصل أنا مش عارفة كنت ب ب باروّق تحت السراير، أصل أنا كنت مش عارفة إيه. فزي ما قُلت لِك كل ده إحنا عاملين الحاجات دي كلّها يا بنات قبل رمضان، ودي ميزة التنظيفات بتاعة قبل رمضان العميقة اللي إحنا بنعملها، بتيجي بقى في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي ده، أنتِ بترتاحي بقى تمامًا، تمامًا، وبتتفرّغي زي ما قُلت لِك للعبادة، خلاص. والوقت ده كمان اعملي فيه أكلات سهلة وبسيطة وسريعة، بحيث إن ما تاخدش منِّك وقت ولا مجهود وتتعبي فيها وأنتِ واقفة بتعملي أكل، ومن ناحية تانية ما ترميش معاكِ مواعين كتير وتلاقي عندِك جَبَل مواعين قد كده بعد الفطار، تغسلي بقى في مواعين وتيجي تتكسّحي بقى، تبقي مش قادرة أصلًا تقعدي ولا تعملي أي حاجة بعد كده، فده طبعًا مش هينفع. طبعًا لو في تفريزات أنتِ عاملاها وحاجات مسهّلة عليكِ، فابدئي سهّلي على نَفْسِك كده، هيبقى أحسن لِك كتير. واعملي أكل سهل وبسيط وسريع ما ياخدش منِّك وقت ولا ياخد منِّك مواعين كتير، يا دوبك بعد الفطار ما فيش 10 دقايق، نُص ساعة بالكتير تكوني مشطّبة مطبخِك ومخلّصة المواعين بتاعتِك والدنيا معاكِ رايقة وزي الفل. وبعد كده خُشي بقى زي ما قُلت لِك اتفرّغي مع نَفْسِك بقى، صلّي العِشا وصلّي التراويح وابدئي إن أنتِ اقرأي في المصحف شوية، ابدئي إن أنتِ ادعي بقى زي ما أنتِ عايزة تدعي براحتك خالص، اخشعي كده مع ربنا سبحانه وتعالى وعرّفي ولادِك، قولي لهم أنا عايزة أبقى أختلي بنفسي في الغرفة، مش عايزة حد يزعجني ولا حد ييجي يقول لي حاجة، خلاص. وابدئي إن أنتِ قيمي بقى كده في الليلة دي، وربنا يا رب يجعل لِك فيها دعوة مستجابة، ويبلغنا ليلة القدر جميعًا، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل لنا فيها دعوة مستجابة، اللهم آمين يا رب العالمين. خلاص. وابدئي بقى إن أنتِ اقعدي كده مع نفسِك وصلّي وادعي ربنا واقرئي في المصحف كتير واستغفري. والليلة دي يا بنات يعني اثبتي على دعاء كان موصي بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آه، إن إحنا لو صادفتنا ليلة القدر نقول فيها دعاء معين، وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ابدأي إن أنتِ قوليه كتير جدًا جدًا في الليلة دي. الدعاء ده يا بنات شامل حاجات كتير أوي، أوي، يعني مجرد ما ربنا عفى عنِك خلاص، يعني كل حاجة هتتحقق لِك بأمر الله، كل حاجة هتتحقق لِك. فدايمًا يبقى على لسانِك اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. افضلي بقى طول ما أنتِ قاعدة قولي لحد ما تحسي إن أنتِ قلبِك ده خلاص أنتِ مش قادرة من كتر الدعاء. ادعي كتير، اقرأي في المصحف طول ما أنتِ قاعدة لحد الليلة دي يا بنات موجودة من المغرب لحد أذان الفجر. وهنا تكون الليلة خلصت ونبدأ ليلة جديدة. فربنا يا رب يحقق لنا كل اللي احنا نفسنا فيه، كل اللي احنا بنتمناه. نفسك في رزق واسع، نفسك حد مريض ونفسك ان ربنا يشفيه ويشيل عنه، آم، نفسك في اي امنية انت بتتمنيها، نفسك في بيت، نفسك في شقة، نفسك في اي حاجة، نفسك ربنا يهدي ولادك. ادعي بقى كتير جدا جدا جدا. الفترة اللي احنا فيها دي، الفترة اللي احنا فيها دي يا بنات كنز، كنز بين ايديكي ما تضيعيهوش ابدا ابدا. اغتنموا الفرصة يا بنات، الفرصة دي مش هتتعوض. يا عالم رمضان السنة الجاية هيجي علينا واحنا موجودين ولا واحنا مش موجودين، الله اعلم. فاستفادوا بالوقت اللي انتوا فيه، بالفترة اللي انتوا فيها دي على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا استفادوا منها. وبكده يا بنات انا خلصت يومي معاكم، وده كده كان روتين بسيط وخفيف. وفي اخر اليوم كده كنت عملت بقى كوباية نسكافيه، وكلت بقى بولة كده من آم، المشمشية كنت عاملاها او قمر الدين. فقعدت كده مع نفسي بقى كده في الاجواء الجميلة دي، وقعدت كلت الحاجة بتاعتي، وده كان يومي. يا رب اليوم يكون عجبكم. بالمناسبة الفيديو ده قديم بتاع السنة اللي فاتت، ودي اجواء السنة اللي فاتت. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة واستفدتوا منه. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير ومع الف سلامة.